السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الكرام على قناة الشاشة تيفي، أسعد الله صباحكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. بإقليم طاطا النيران تلتهم واحات إساف، وجهود الأهالي والسلطات متواصلة لإخمادها. ما تزال نيران الحرائق التي شبت بواحات إساف بإقليم طاطا مندلعة، حيث تتواصل عمليات التدخل لإخمادها والسيطرة عليها من قبل ساكنة المنطقة، مدعمة من لدن عناصر الوقاية المدنية والقوات المساعدة والدرك الملكي. ووفق المعطيات الواردة من عين المكان، فقد خلفت النيران المنتشرة خسائر مادية جسيمة، خصوصا على الغطاء النباتي والأشجار المثمرة، والتي أتت عليها الأخيرة ناهيك عن اقترابها من مجموعة من التجمعات السكانية. وبحسب المصدر ذاته، فقد باشرت السلطات فتح تحقيق في ملابسات وظروف الحريق المفاجئ، والذي يجتاح المنطقة لترتيب المسؤوليات والجزاءات القانونية. وتشكل الحرائق هاجسا لدى ساكنة الإقليم خلال فصل الصيف، حيث شهدت مجموعة من جماعات الإقليم حرائق مشابهة بالواحات، خصوصا مع توالي الجفاف الذي أدى إلى موت الأشجار المثمرة بهذه المناطق، الشيء الذي يساهم إلى حد كبير في سرعة انتشارها، مخلفة بذلك دمارا كبيرا في الغطاء النباتي الواحي، والذي يشهد كل سنة تراجعا نظرا لندرة الموارد المائية الجوفية وتوالي سنوات الجفاف التي تشهدها المنطقة.